السلام عليكم وحلقه جديده واسطوره جديده من اساطير ياسين. حلقه اليوم هي عن احصائيات اقوى بطوله كره قدم في العالم، هي بطوله كاس العالم، البطوله التي تقام تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. وعن اهم احصائيات بطوله كاس العالم عبر التاريخ. اضغط لايك وفعل الجرس واشترك بالقناه. يلا بينا. تقام بطوله كاس العالم كل 4 سنوات، وكانت اول بطوله كانت عام 1930 في اوروجواي، وكانت اخر بطوله عام 2018 في روسيا. تم الغاء نسختين من كاس العالم عام 1942 وعام 1946 بسبب الحرب العالميه الثانيه. وعن اول منتخب فاز بكاس العالم هو المنتخب الاوروجواني عام 1930 بعد الفوز على المنتخب الارجنتيني في المباراه النهائيه 4-2. وعن اكثر منتخب شارك في كاس العالم هو المنتخب البرازيلي الذي شارك في جميع نسخ كاس العالم ال21 ولم يغيب عن اي نسخه. وعن المنتخبات التي فازت بكاس العالم مرتين على التوالي: المنتخب الايطالي الذي فاز بكاس العالم عام 1934 وعام 1938، وايضا المنتخب البرازيلي الذي فاز بكاس العالم عام 1958 وعام 1962. وعن اكثر المنتخبات تحقيقا للفوز في كاس العالم هو المنتخب البرازيلي الذي استطاع تحقيق 73 فوز خلال مشاركته في نهائيات كاس العالم. وعن اكثر المنتخبات تسجيلا للاهداف في نهائيات كاس العالم هو ايضا المنتخب البرازيلي الذي سجل 229 هدف خلال مشاركته في البطوله. وعن اكثر المنتخبات تسجيلا للاهداف في بطوله واحده هو المنتخب الالماني الذي سجل 25 هدف في بطوله كاس العالم عام 1954. وعن اكبر فوز في نهائيات كاس العالم حققه المنتخب المجري بعد فوز على منتخب سلفادور 10-1 في نهائيات كاس العالم عام 1982. وعن اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في نهائيات كاس العالم هو مهاجم المنتخب الالماني كلوزا الذي استطاع تسجيل 16 هدف. وعن اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في بطوله واحده ياتي اللاعب الفرنسي جاست فونتين الذي سجل 13 هدف في كاس العالم عام 1958. وعن اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في مباراه واحده هو اللاعب المنتخب الروسي سالينكو الذي احرز 5 اهداف ضد المنتخب الكاميروني في بطوله كاس العالم عام 1994. وعن اصغر اللاعبين سنا تسجيلا للاهداف في كاس العالم هو لاعب منتخب ايرلندا نورمان ووتسايد احرز هدف ضد منتخب يوغوسلافيا عام 1982. كان عمره وقتها 17 عام و41 يوم. وعن اكبر اللاعبين سنا تسجيلا للاهداف في نهائيات كاس العالم هو لاعب المنتخب السويدي نيلي ليدو الذي احرز هدف ضد المنتخب البرازيلي عام 1958 وكان عمره وقتها 35 عام و263 يوم. وعن اسرع هدف خلال نهائيات كاس العالم احرزه لاعب المنتخب التركي هاكان شكور في مرمى منتخب الكوريا الجنوبي في نهائيات كاس العالم عام 2002 بعد مرور 11 ثانيه فقط من عمر المباراه. وعن اكثر اللاعبين تعرضا للطرد خلال نهائيات كاس العالم هو الفرنسي زين الدين زيدان والكاميروني سونغ حصل كل منهما على بطاقتين حمراء. وعن اسرع لاعب تم طرده خلال نهائيات كاس العالم هو الاوروجواني خوسيه باتيستا بعد مرور 56 ثانيه فقط من عمر المباراه خلال كاس العالم عام 1986. وعن اكثر اللاعبين تحقيقا للفوز بكاس العالم هو اسطوره كره القدم الجوهره بيليه، حيث استطاع الفوز مع المنتخب البرازيلي من نهائيات كاس العالم 3 مرات عام 1958 وعام 1962 وعام 1970. وعن اكبر اللاعبين سنا استطاع الفوز بكاس العالم هو الايطالي دينيزوف الذي استطاع الفوز مع المنتخب الايطالي بكاس العالم عام 1982 وكان عمره وقتها 40 عام. وعن اللاعب الوحيد الذي شارك مع منتخبين في نهائيات كاس العالم هو لويس مونتي الذي شارك مع المنتخب الارجنتيني في اول بطوله كاس العالم عام 1930 وشارك ايضا مع المنتخب الايطالي في البطوله الثانيه عام 1934 ونجح في الفوز مع المنتخب الايطالي بالبطوله. وعن اللاعب الاكثر نجاحا في نهائيات كاس العالم هو اللاعب البرازيلي ماريو ساغالو الذي استطاع تحقيق الفوز مع منتخب البرازيل من نهائيات كاس العالم 4 مرات، مرتين وهو لاعب لمنتخب البرازيل عام 1958 وعام 1962، ومره وهو مدرب للفريق عام 1970، ومره وهو مدرب مساعد عام 1994. اكثر المدربين تحقيقا للفوز في مباريات متتاليه في نهائيات كاس العالم البرازيلي لويس فيليب سكولاري حيث فاز مع المنتخب البرازيلي ب 11 مباراه على التوالي عام 2002 واستكمل المباريات عام 2006. وعن اكثر المنتخبات صعودا للمباراه النهائيه في نهائيات كاس العالم ياتي المنتخب الالماني برصيد 8 مرات. وعن اقل المنتخبات مشاركه في نهائيات كاس العالم هو منتخب اندونيسيا الذي شارك في مباراه واحده فقط. وعن اقل الحراس استقبالا لاهداف في نهائيات كاس العالم واستطاعوا الفوز بالبطوله مع منتخب بلادهم هو الفرنسي بارتيز والايطالي بوفون والاسباني كاسياس بعد ان استقبلت شباكهم هدفين فقط طول البطوله واستطاع الفوز باللقب مع منتخب بلادهم. وعن اول منتخب عربي شارك في نهائيات كاس العالم هو المنتخب المصري الذي استطاع المشاركه في النسخه الثانيه عام 1934. وعن اول منتخب عربي يحقق فوزه في نهائيات كاس العالم هو المنتخب التونسي الذي استطاع الفوز على المنتخب المكسيكي ب3 أهداف مقابل هدف واحد
في نهائيات كأس العالم عام 1978. وعن أول منتخب عربي يفوز على منتخب أوروبي خلال نهائيات كأس العالم هو المنتخب الجزائري الذي استطاع الفوز على أسبانيا في كأس العالم عام 1982. وعن أول منتخب عربي يصعد لدور ال 16 خلال نهائيات كأس العالم هو المنتخب المغربي الذي استطاع الصعود لدور ال 16 عام 1982 قبل أن يخرج من المنتخب الألماني بنتيجة 1-0. وعن أكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم هو المنتخب البرازيلي الذي استطاع تحقيق اللقب 5 مرات. ويأتي في المركز الثاني كل من إيطاليا وألمانيا برصيد 4 ألقاب. يأتي في المركز الثالث المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي ومنتخب أوروجواي حيث فاز كل منتخب منهم بلقبين. إلى هنا تنتهي قصتنا مع إحصائيات كأس العالم. انتظرونا في حلقة جديدة وأسطورة جديدة من أساطير ياسين. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك وفعل الجرس واشتركوا بالقناة. السلام عليكم.